5 رمضان الاخرين، يلا بينا. طيب ادعي جزء الادعيه، ادعي من قلبك، ما تقولش ادعيه وخلاص، افهم الدعاء افهم قلبك وبعد كده قوله. حفظ القران، الجدول اللي انا حاطه ببساطه شديده، انت الصلوات السنن هتقولها بالصور اللي من تحت بالترتيب الجدول، والصلوات الكبيره صلوات الفروض هنقولها بالصور الكبيره، كل ركعه فيها 10 ايات بس. مش لازم احنا النهارده 5 مش هتمشي على الجدول، ابتدي كان النهارده يوم واحد في الجدول، واللي تجيبه جيبه واللي ما تجيبوش خلاص ما تحبطش عادي. تلاوه القران ببساطه شديده، عشان يعني الموضوع ينفع معاك بالتفسير، فانت في نهار رمضان او في الوقت اللي فاضي عندك غير ال يعني احنا هنختم ختمتين، ختمه بتفسير وختمه من غير. ختمه للتفسير هتبقى تعرف ايوه، الختمه اللي من غير في قيام الليل. آه، ايه التاني عندنا؟ طيب ترك المعاصي ببساطه شديده، في رمضان لازم يكون الموسم اللي انت تختار فيه معصيه واحده بس تبطلها، وتكون ان انت عارف انك تعرف تبطلها بعد رمضان على طول. تمام؟ فاختار انت تعرف. تمام؟ ويا ريت ما نكونش من الناس اللي ربنا قال ان هم ما لهمش من صيامهم غير طعامهم وشرابهم. في ناس على فكره في رمضان يخرج منه ثلاث انواع من الناس، ناس ما تقبلش صيامهم خالص لان هم اصروا على المعاصي في صيام رمضان. الناس اسقط عنهم الفريضه ان هم بعد الصيام مثلا راح شرب سيجاره، راح عمل المعاصي بعد ما فطر، فاللي هو انت كده الشهر كله شهر ربنا، مش مجرد بس في الصيام بس. وفي ناس بقى اللي هم المتقين اللي هم بيتقوا الله في خلال الشهر ومنويين ان هم يكملوا بعد الشهر وربنا مطلع على قلوبهم، دول اللي بياخدوا اجر الصيام اللي ربنا قال ان هو هيجزي بيه. بالنسبه للصدقه والاطعام اليومي، طيب بالنسبه للصدقه والاطعام اليومي، احنا هنطلع كل يوم وجبه اطعام. وجبه الاطعام دي كل واحد حسب المقدره، مش لازم تطلع فراخ والكلام ده، تطلع طبيخ ورز، طلع اي حاجه انت تقدر عليه، او اي اكل ياكله اي حد ان شاء الله، حتى شويه بلح وشويه بسكوت اي حاجه، وديهم للمسجد، وديهم لحد تعرفه، اتصرف. بس المسجد مكان كويس، الناس كتير بتروح لوقت الفطار عندهم عشم ان هم يلاقوا حاجه ياكلوها، يعني احنا في حالتنا صعبه قوي. الصدقه طلع كل يوم 10 جنيه 5 جنيه، اي حد اللي في الشارع اديله بنيه صدقه رمضان كل يوم، بس خدها نيه لله ان انت ما تغيرهاش. بالنسبه لصلوات الفرض، مش هتعرف تعمل الخطه بتاعت السنن ان انت تصلي فيها بالحاجات اللي انت تحفظها، غير لو رحت المسجد بدري قبل الاذان، ان شاء الله حتى قبله 5 دقائق عشان تعرف تصلي براحتك وتقول الصور اللي انت حفظتها في اليوم اللي قبله. تمام؟ في الموضوع ده مهم جدا. بالنسبه لصله الرحم ببساطه شديده، في حد انت من عيلتك ما بتكلموش عشان مشكله ما، حل المشكله. هتقول لي لا هو مش حصل ومش عارف ايه، ربنا عارف مين غلطان، بس انت بتعمل ده عشان خاطر ربنا. وحاول تكلم مامتك لو انت متجوز كل يوم، اختك مثلا مرتين في الاسبوع، عمامك هو مثلا مرتين في الشهر مثلا، وبعد كده اي درجه من الاقطار الثانيه ان شاء الله هي بس التهيئه في شهر رمضان، واللي ما هنتوش احنا 5 رمضان بس اتصل هنيه. بالنسبه لتجويد وقراءه القران ببساطه شديده، القران الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان احنا يعني في حديث عنه انا مش فاكر دلوقتي يعني عشان بس اختار الفيديو، ان هو نصح ان الناس لازم تتعلم تجويد القران، ان هم يقراوه زي ما القران نزل ان هو المفروض يتقري له. تمام؟ فلا يعني لازم تبقى عارف احكام التجويد. انا سبت لينك لفيديو 17 دقيقه بس هيعلمك معظم احكام التجويد، وهيخلي قرايتك تختلف بشكل مختلف تماما لما انت تقرا اللي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللي هو لا يعني يبقى في شويه لقرايه القران كمان بالشكل والصوت اللي ربنا اراد ان هو ينزل بيه ويتسمع بيه. وبمناسبه القران وانت بتعمل التفسير، خلي معاك نوته، لو عندك مصحف التدبر والعمل اكتب ورا حاجات تعملها في حياتك تحسن بيها حياتك من الايات اللي موجوده في التفسير. الدروس المستفاده طلعها واكتبها. نقول مثلا قوم مثلا عاد تكبروا، فاللي هو بلاش كبر، مش عارف، يعني خد العبره من الايات، ويعني اكتب جنبك وخد دروس تطبقها تحطها في نوتة حياتك بعد كده، زي ما سيدنا عمر كان بيعمل، ان هو حرفيا حفظ سوره البقره بوقت كبير جدا عشان كان بيطبقها ايه بايه يعني. طيب بالنسبه للسكشن بتاع غذاء الروح ده، وانا بحاول اكون بسرعه لان نفسي اتكلم في وقت اكتر، بس يعني انا عارف ناس بتزهق من الفيديوهات الطويله، وما كانش نفسي اصلا دقيقه ب5 دقايق، بس هنعمل ايه؟ غذاء الروح ده ببساطه شديده، تلاوه القران والتفسير ده حلو جدا وكل حاجه، لكن احنا كبني ادمين محتاجين طول الوقت خطب، محتاجين كلام يحفزنا. لذلك انا بنصح دايما ان الناس تتفرج على البرامج الدينيه بالنسبه لحد انت بتحبه، يعني مش لازم يكون عامل خالد زي ما انا حاطط، ولا الراجل الجميل قوي اللي انا حاطه اللينك بتاعه، ولا ايا كان، يعني شوف انت مين بتحبه واسمع له، واسمع له في المواضيع اللي تلمس قلبك. لان انت لو فضلت طول شهر رمضان بمجرد بس تقرا القران والكلام ده، قلبك هيبقى بعيد، لكن لما تقعد تسمع عبر ومواعظ وتسمع قصص، وانا بنصح جدا تسمع قصص النبي لان هي فيها كل العبر والمواعظ وفيها كل النصح وفيها كل التاثر وفيها كل حاجه، فهتخلي قلبك يعني نشط تجاه ربنا وتجاه الرسول، فهتحس ان انت اكتف اكتر وقلبك حاضر اكتر في رمضان. وحاجه مهمه جدا ان انت لما تعرف معلومه جديده، شوف اي حد تعرفه، يعني مش لازم انت تعمل فيديو. عندي شانل يوتيوب بعمل من اي حد تعرفه ببساطه شديده، روح قول له انا عرفت النهارده معلومه كذا. دي حاجه مهمه جدا على فكره في ديننا، وينصح بيها جدا ان انت تعملها في شهر رمضان بنيه ان انت بتحاول تقوي الاسلام وبتحاول ان انت تعرف الناس اكتر عن الاسلام، وربنا هيجازيك خير جدا عن النيه دي. طيب بالنسبه للاذكار، انت عندك اذكار الصباح والمساء، عندك اذكار زي ما برنامج حسن المسلم هتلاقي فيه كل الاذكار، ولكن انت عندك كم اذكار بتقولها في اليوم كتير قوي، فانت مش محتاج تقول الاذكار اللي هي بعد الصلوات صباح ومساء، اذكار قبل النوم، اذكار الاستيقاظ من النوم، عندك الاذكار مش والله مش عارف كان كتير قوي، فانت مش محتاج تقعد طول الوقت ماسك سبحه و1000 صلاه على النبي مش عارف ايه. ممكن تزود صلاه على النبي لان الاذكار ما فيهاش صلاه على النبي كتير، فممكن مثلا تحط في اليوم 100 او 1000 صلاه على النبي، بس حاول ان انت
تركز معظم وقتك في التفسير والتدبر في القران وفي غذاء الروح وفي تلاوه القران وفي الختمه، لان احنا بنتكلم في ختمتين في رمضان، ختمه بالنهار وختمه بالليل، فحاول ما تضيعش وقتك. طيب نشرح برنامج يوم كامل كده على بعضه عشان نتخيل. طيب احنا دلوقتي خلينا نتكلم من اول المغرب عشان يعني اليوم يبتدي من اول كده، من اول الفطار. انت بتفطر، بتصلي المغرب، يعني بتفطر باي حاجه خفيفه، بتصلي المغرب وبعد كده بتاكل، مش العكس، عشان ربنا بيكره جدا ان انت تاخر الصلاه. حتى لو في رمضان وانت جعان افطر ببلحه ولا شويه ميه ولا اي حاجه، صلي المغرب. ويفضل انت تصلي في جماعه زي ما احنا قلنا ان الصلاه كلها في صلاه جماعه، عشان صلاه الجماعه اجرها كبير قوي. احنا ما اتكلمناش في رمضان اصلا الثواب، انا هقوله طبعا الفيديو طول، فانا هقول ثواب رمضان ايه يعني، واللي يقدر يتفرج على الفيديو بقى يعني كتر الله خيرا يعني خيره، وان شاء الله ربنا يتقبل منه لو مشي على الخطه دي ويغير قلبه ان شاء الله على نهايه رمضان، ويغير قلبي انا كمان والله، لان انا بعاني والله فعلا زيكم، مانيش داعيه يعني. المهم فطرنا، صلينا المغرب، اكلنا مفيش وقت كبير قبل العشاء. قبل العشاء انا عندي نصيحه ان انت الشيخ بتاع المسجد بتاعك ركز، او حاول تروح تساله حتى، قول له هو انت بتبتدي من فين لحد فين يعني. مثلا النهارده هيقرا من سوره البقره مثلا 100 ايه ولا نفترض في ركعات التراويح، فانت اعرف اساله هو ابتدي فين لحد فين، مجهز التفسير، او خليك سابق ليه لو انت مثلا مكسوف تسال، وفسر مثلا سوره البقره، يعني اسبق سوره البقره، اقرا التفسير بتاعها وخليك فاكره، عشان لما الراجل يقرا في التراويح تبقى انت سامعه بودنك وسامعه بقلبك، مش اللي هو انت سامع كلام بيقول لك انت مش فاهمه، لان القران نزل لقوم غير احنا، يعني لناس ثانيه كان العربي بتاعهم مختلف والمعاني مختلفه، المعاني تقيله، وانت محتاج تفهم ومحتاج تفهم مع الايات دي نزلت في انهي موقف، ودي اسباب النزول اللي انا كنت حاططها في اللينك تقريبا. تمام، الموضوع ده مهم جدا، فانت هتحضر هتفهم اسباب النزول. على فكره التفسير مهم في كده، ان انت وانت بتصلي التفسير وفهم اسباب النزول، ان انت وانت بتصلي هيبقى الموضوع من انت بس مجرد بتقرا الايه وخلاص، او انت وانت بتقرا القران بتقول القران وخلاص عشان اسمك ختمت، لانك بتستشعر معايا، بتشوف المواقف. يعني مثلا سوره تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، بغض النظر عن اقول السوره كلها يعني، دي نزلت في ابي لهب بعد ما الرسول طلع يعلن الاسلام وقف على جبل الصفا، وابو لهب قال له تبا لك انت جمعتنا عشان كده. والرسول دي كان موقف مهم جدا، لان هو من عيلته، والرسول كان ذو اخلاق رفيعه يعني، فاللي هو دي يعني موقف محرج. حط نفسك حد من مكانك، ان انت طالع مثلا على ترابيزه العيله مثلا في رمضان في الفطار، وحد جاي تقول فكره او حاجه، راح حد مثلا ابوك او عمك قال لك اقعد يا انت بتفهم حاجه، هو ده اللي انت جاي تقوله يعني. الموقف وحش جدا، فنزلت فيه صوره، فده بيغير احساسك تجاه فهمك للقران وقرايتك ليه. فمهم مهم جدا ان انت تفهم اسباب النزول، السوره دي نزلت في ايه، وتفهم تفسير الايات. ده نصيحه ليا، الفيديو 10 دقايق اعمل ايه. المهم خلصنا صلاه التراويح رجعنا. انا من رايي ان انت ترجع تنام على طول، انت صلاه التراويح كلها لحد الشفع والوتر مع الراجل، فخلاص ارجع نام واظبط المنبه الفجر على اخر في رمضان هيبقى 4 ل 5. فانت اظبط المنبه يا سيدي، هقول لك لو انت حد اللي هو مش متعود على كده، اظبط المنبه قبل الفجر بساعه، قوم صلي ركعتين او 4 ركعات، مش هقول لك 8 ركعات، بس في ركعتين ولا 4 ركعات دول هات المصحف امسكه في ايدك وابتدي اقرا. تعلمك على احكام التجويد والكلام ده لما تيجي تطبقه في القراءه وفهمك اسباب التفسير. وانا انصحك على فكره ان انت تحاول تختم القران مرتين بالنهار، بحيث ان انت في مره تقرا بالتفسير كويس، ومره يعني تقعد تفسر فيه فهتاخد وقت كبير، والمره الثانيه تبقى خلاص لو انت تقرا مستمتع انت فاهم التفسير والكلام ده، وده هينعكس على قرايتك بالليل في قيام الليل، وهيخلي قيام الليل بالنسبه لك مختلف تماما، ممكن تعشقه، وممكن تبقى بعد رمضان اللي هو حاجه انت بتعملها مستمر، مش هتقدر ان انت تبطلها. المهم ان انت قمت قيام الليل، اصحابك في ايدك، عمال تقرا من سوره البقره ال عمران وهكذا 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 عشان تختم قيام ليل، لان باي ذا واي الختم في قيام ليل ليه اجر وثواب رهيب، قيام الليل اصلا ليه اجر وثواب رهيب بره رمضان، فما بالك في رمضان، يعني الموضوع لا كبير والموضوع يستاهل. طيب صلينا الفجر، قعدت تصلي لحد الفجر، اتسحرت، صلينا الفجر. بعد الفجر نصيحه بعد كل صلاه ما تقومش غير لما تقول ايه الكرسي، لان اللي بيقول ايه الكرسي وهو مات انت كده كده كمسلم في صلاه ما هتعدي عليك بعدها هتموت، طبيعي احنا بنصلي طول الوقت الحمد لله. ف هيجي عليك صلاه سوري يعني هتقول آية الكرسي، عشان اللي بيقول آية الكرسي وبيتوفى بعد الصلاة ما بيفضلش بينه وبين الجنة، ده وعد ربنا قاله، وربنا ما بيخافش وعده. واذكار الصلاه المعروفه، ما تقومش على السجاده، الملائكه بعد الصلاه بتقعد تستغفر لك، فما تقومش من على السجاده، خليهم ولا يستغفروا لك، ان استغفار ودعاء الملائكه يعني مجاب عامه، فما تضيعش على نفسك الفرصه دي بالذات في رمضان، لان كمان رمضان الثواب فيه يعني في الصلاه 70 على طول يعني، فالثواب كبير جدا. خلصت اذكارك، قلت آية الكرسي، كل الاذكار اللي بعد الصلاه، طبعا قلت صليت ركعتين السنه اللي قبل الفجر عشان في ناس كتير بتفوتهم، ف يعني صليتهم. هتخش تنام، او عفوا انت نمت بدري فخلاص مش هتخش تنام، هتصحى بقى هتبتدي يومك، انت مواعيد شغلك، يعني احنا مواعيد شغلنا من الفيديو ده، يعني انت مواعيد شغلك على حسب كل واحد، يعني انت تقعد لحد الميعاد اللي هتنزل فيه الشغل او تبتدي فيه شغلك، تبتدي على طول بمذاكره التجويد وقرايه تفسير القران واسباب النزول، دول اهم حاجه في يومك انت تبتدي بيهم وما تضيعهمش، لان هم دول هيبقى اتقل حاجه في اليوم. او ممكن بدلهم الحفظ، لان الحفظ برضه هيبقى صعب.
الحفظ عشان تحافظ عليه انت هتصلي بيه، فانت طبعا هتحفظ الصبح بدري، هتبتدي تصلي مثلا الضحى باللي انت حفظت بيه، بعد كده هتصلي الظهر باللي انت حفظت بيه، وبعد كده وهكذا وهكذا وهكذا. وعشان ما تنساش الصور اقعد طول الوقت رددها، يعني مثلا وانت قاعد بتشتغل كده مثلا حفظت سوره مثلا محمد مثلا 38 ايه وكده، اقعد رددها مثلا وانت قاعد بتشتغل بدل ما انت مشغل اي حاجه تسمعها مثلا. موضوع الحفظ مش سهل نهائيا، ولو انت ما عرفتش تحقق فيه التارجت بتاعك يعني ما تحبطش، لان ببساطه شديده حفظ القران هو حاجه سهله، ولكن كل الناس بتحفظ القران اصلا. أم، المهم، سواء حفظت الاول او سواء عملت القراءه والتجويد الاول، هتخش في شغلك احنا بيبقى في جزء مهم جدا في الخطه انا ما قلتوش، هو الاخلاص ان انت تخلص في الخطه، تخلص عامه في رمضان كله نيتك لله في كل حاجه تعملها، لان رمضان ما هوش الشهر اللي هو انت تقعد تتعبد بس عبادات دينيه بس، لا، في شغلك لازم تكون متقن ليه جدا جدا بالذات في شهر رمضان، عشان تقول لربنا ان يا رب ان حتى الحاجات الدنيويه اللي انا كنت بأثر فيها مش اقصر فيها عشان وجهك الكريم، عشان ربنا ما بيحبش على فكره انت تكون حد 100% كل الحاجات العبادات الدينيه لكن مقصر في الدنيا، مقصر في حق اهلك، مقصر في حق شغلك، مقصر في حق نفسك، كل الكلام ده ربنا ما بيحبش كده. ربنا بيحب يكون الشخص المسلم متكامل، مش مسلم مؤمن متكامل. فشغلك هتديله ساعاته بالظبط، يعني دقيقه بدقيقه في الشغل ما تضيعهاش، تاخد بريك، ريح برضه، يعني بريك من الشغل مثلا ريح فيه عشان ترجع تكمل الشغل، مش تقعد ان انت تعمل في حاجات ليها علاقه بالعباده وكده، لان ببساطه شديده انت هتبقى مرهق، فترجع من البريك مرهق من الشغل، هتاثر في حق الشغل وما تاثرش في حق الشغل. بعد ما تخلص الشغل طبعا انت قاعد طول الوقت قاعد، يعني الاذكار بتقولها لما يجي وقتها، الصلوات بتعملها لما يجي وقتها، بتقول فيها السوره اللي حفظتها، السوره لقيت نفسك مش حافظها، فبتقعد كده وانت قاعد شغال بتقعد تحاول تحفظها كده، تبص في المصحف الحته اللي ناقصه فين وتكمل، طبعا ده في الخلفيه انت بتعمل شغلك عادي. فصلاه ورا صلاه ورا صلاه بتحفظ التجويد القران، بتتعلم كل مثلا يوم تتعلم قاعده وعمال تطبقها وكده. ف هتيجي سؤال مهم جدا جدا، طب انا هلاقي وقت لكل ده منين؟ الفكره كلها ان انت هتضطر انت تتخلى عن حاجات معينه عشان تلاقي وقت للكلام ده. يعني انت هتضطر تتخلى عن المسلسلات، مش بقى عشان فكره حرام ولا هم وحشين او الكلام ده، لا، عشان يعني ما هو زي ما قلت لك خطه زي دي، هي اصلا ليه خطه زي دي؟ يعني ليه الصعوبه دي؟ ليه حفظه ومش عارف ايه؟ عشان احنا مش كلنا احنا بنخش رمضان وبنخرج من رمضان مفيش اي شعور باي حاجه نهائيا، مفيش يعني. انت بتخش اي كومنت ده هتلاقيه على لسان كل الناس، اللي هو انا مش حاسس بحاجه، اللي هو لا بقيت بحس بحلاوه رمضان، لا بقيت بحس بعيد ولا اي حاجه. ليه؟ لان رمضان اصلا شهر تقرب من ربنا، الهدف هو ربنا، مش الهدف انت تقعد تقرا قران وتختم عملت اللي عليك، صمت ورجعت بالليل قعدت تدخن سجاير، او ان انت تنزل تعمل حاجه او تغتاب ناس او الكلام ده. الفكره كلها انت بتحاول ترضي ربنا في شهر رمضان، فعشان تقرب من ربنا الموضوع ما هوش سهل. زي ما انت مثلا استغفر الله العظيم، لو انت ليك كراش وعايز ترضيها، الموضوع ما بيجيش كده، اللي هو ما بيجيش بسهوله، يعني استغفر الله العظيم طبعا، انا ربنا المثل الاعلى، مش عارف انا بقول ده، بس يعني عشان تاخد رضا ربنا ويرزقك حب العباده وحب القرب منه، ده حاجه ربنا بيختص بيها الناس، مش اي حد بياخد الموضوع ده. تمام؟ فنركز في النقطه دي كويس جدا جدا جدا، ان انت هتضطر تضحي بكل الحاجات الدنيويه اللي انت كنت بتعملها في رمضان، هتضحي بالاكل بالمناسبه، هتقلل من اكلك عشان تعرف تقف تصلي وتحفظ، لان الاكل بيتقل، فانت هتلاقي نفسك عايز تنام مش عارف ايه، فما فيش وقت، فهتضطر تضحي حتى بالاكل، تخلي بطنك فاضيه شويه حتى بعد الفطار عشان تركز في صلاه التراويح وتركز في الحفظ وتركز في الكلام ده. هتلاقي نفسك بتسابق الوقت، على فكره ده الطبيعي، هتلاقي نفسك مضغوط، ده الطبيعي، لان ببساطه شديده انت بتحاول ترضي ربنا، فبتحاول تبذل. وعلى فكره انا انصحك ان انت تتفرج على برنامج على قطر حبيب عشان تفهم يعني ايه معنى ان الناس بتبذل عشان يرضوا ربنا. في قصه الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه بجد احنا ما بنعملش حاجه، لو انت فاكر ان الخطه دي صعبه ما هياش صعبه نهائيا، احنا مش عايزين نعمل، احنا مش عايزين نقرب ربنا، مش عايزين اصلا نرضيه، اللي هو بنعمل اللي علينا وخلاص. اسمنا دخلنا رمضان وقرينا شويه القران، صلينا صلاه التراويح طول الشهر وخلصنا، خلاص عدى رمضان، يلا بقى هات الكحك والبتيفور. اعتقد ده شرح كامل القصه، الفيديو داخل في 20 دقيقه، فخلينا نتكلم انت هتطلع بايه لو انت عملت الكلام ده. اول حاجه ان شاء الله لو كان عندك الاخلاص الشديد ان انت تنفذ الخطه دي وكمل حذفها، حتى ولو ما نفذتهاش في الاخر او غلطت او وقعت او هبلت، بس انت كان نيتك خالصه وانت بتعاني وبتعافر عشان تلحق اليوم، ومش مش لاحق طول شهر رمضان، وقله نوم وتعب والكلام ده، ان شاء الله ربنا يكتبك من العتقاء من النار. ربنا لو كتبك من العتقاء من النار خلاص، ربنا ما بيقولش حاجه وبعد كده بيرجع فيها. لما تقول لي طب انا ممكن اغلط، ممكن ازني، ممكن اعمل اي حاجه كبيره، ممكن اقتل حتى، اقول لك لا، ربنا لو كتبك من العتقاء من النار بيعينك على الخير. يعني ما في غلطات معينه ما بتغلطهاش، هتغلط، انت بني ادم، ده طبيعي، انت مش هتبقى النبي فجاه، بس ربنا هيعينك على ان انت تكون كويس، لان هو كتبك من العتقاء من النار. وعلى فكره ما فيش حد بيكتب من العتقاء من النار بسهوله، ده بيتكتب للناس المخلصين اللي هم دخلوا رمضان فعلا، هو انا ههرس نفسي عشان انا عايز ربنا يرضى عني. دي مش حاجه سهله ان انت تضحي بتضييع الوقت وتضحي بالمسلسلات وتضحي بالكلام اللي انت متعود عليه على طول والكنافه والقطايف والكلام ده كله عشان ربنا، ما هيش حاجه سهله، ناس كتير مش هتعملها، وناس كتير كلام في الموضوع ده والناس ما بتعملش. فده الاول والاخر فيديو بيتكلم في حاجه زي دي. تاني حاجه غير قطع النار، وتش اهم حاجه، رضا ربنا لو رضي عنك حرفيا الدنيا كلها بتجيلك، لان هو اللي خلق الدنيا. فانت نفسك في فلوس هتجيلك فلوس، نفسك في حد بتحبه هيجيلك او ربنا هيبدلك خيرا منه، نفسك في اي حاجه، تخيل ان انت معاك عصايه سحريه، اي حاجه تتمناها هتجيلك، حب الناس، كل حاجه انت نفسك فيها هتجيلك من غير ما اصلا تجري وراها. لان ببساطه شديده ربنا اللي خلق الكون، فلو هو راضي عنك كل الكون هيرضى عنك، نقطه.
غير ان انت اسمك هيبقى بيتردد في السماء، الملائكه والحوارات ما بين الملائكه بيتكلموا عنك كويس، ودي حاجه انت لو تعلم ما هي قدرها يعني هتقوم دلوقتي حالا تقفل الفيديو وهتروح هتقضيها ذكر وهتقضيها اخلاص في كل حاجه ممكن تعملها في رمضان عشان ترضي ربنا بس. دعوه مهمه جدا بالمناسبه، يعني ارضاء ربنا. حاولوا دايما تدعوا انه ربنا يحبب القران والصلاه والكلام ده لقلبك، خليه احب حاجه لقلبك، لان فعلا هم دول فعلا اللي هم دول اساسنا، مفيش حاجه تانية على فكره. والله لو جبت لي كل من الاهداف الدنيويه او حتى الدينيه يعني موضوع غريب، ولكن يعني مش هتلاقي ما علينا. فادعوا دايما ان ربنا يحبب ويسهل الصلاه والقران على قلبكم، يخلون هو من الحاجات اللي انتم بتستمتعوا بيها، زي ما انتم بتسمعوا مثلا بالاغاني دلوقتي او اغنيه معينه او مغني معين. خلوا ربنا يبدل، ادعوا ان هو يبدل الكلام ده في قلوبكم، فهتستفيد من وقتكم من النار، هتستفيد بمحبه ربنا، فربنا لما يحبك كل حاجه هتحبك في الحياه. هتستفيد ان انت هتتغير، اخلاقك هتتغير، لانه اللي بيسعى ورا رضا ربنا في السكه بتاعته في الاخلاص، ان هو ما يخطبش حد، ما يعملش حاجه بيخطب شغله الكلام ده، هتلاقي نفسك بقيت اكثر انضباطا، وهتلاقي نفسك ربنا بيعينك على كل حاجه كويسه، هيخليك اقوى، شخصيتك اقوى، وهتلاقي نفسك ملتزم اكتر، وهتلاقي نفسك مرتاح نفسيا اكتر. لو انت عندك مشاكل نفسيه، دي هتتحل لوحدها على فكره، لا دكتور نفسي ولا دواء ولا الكلام ده خالص كله. رابع حاجه انه ربنا بيغفر لك يعني ما تقدم من ذنبك وما تاخر في رمضان لو انت نجحت في رمضان، ودي حاجه مهمه جدا، لان احنا بنعمل سيئات طول الوقت، احنا ممكن ما ندركش اصلا ان هي سيئات ونقول ان هو عادي. فمهم جدا ربنا يغفر لنا، ما تستهونوش الموضوع ده، لان انت ما تعرفش، ممكن تموت بكره، ممكن رمضان يخلص من هنا تموت على طول في يوم من العيد. فما تستبعدوش الموت وما تستبعدوش الكلام ده. والمغفره مهمه جدا، لانه اللمسه في النار، القرب بس من حراره النار حقيقي، والاهانه اللي الواحد بيتهانها لما بيتعذب في النار او بيتعذب في القبر، ما تستاهلش ما تستاهلش ما تستاهلش نهائيا. بس لو انت كنت اتفرجت الفيديو لحد كده وشايف ان الفيديو ده طويل ده مفيد لحد، او ان هو مثلا لمس فيك حاجه، فانت عايز تبعته لحد، يعني في ناس كتير احسن مني ممكن يتكلموا في حاجه زي دي، قشطه يعني. عايز تشيره مع حد كان بها للنفع، انا لا بعمل لا بكسب من القناه ولا عايز حاجه، انا بس حابب ان انا بند اللي هو نشر العلم الديني والمساهمه في ان ديننا يوصل، او الناس تتذكر بيه، او ان الناس يعني تبقى حالها احسن دينيا، دينيتي اللي انا عامل فيها الفيديو. ونفسي ان الناس فعلا تلاقي يعني يروح منها الاكتئاب والقرف اللي احنا بقينا فيه ده، وتلاقي طريقها فعلا فعلا يعني للراحه النفسيه، وان احنا ما نبقاش في اللي احنا فيه ده. بس لو لقيت ان هو مفيد الكلام ده، ابعته للشخص اللي انت شايف ان هو محتاج الكلام ده، ما لقيتوش ما فكك يا عم، اقفل الفيديو اصلا. انت مش هتتفرج على حاجه، يلا سلام.